تعالوا نعمل احلى طبق عدس لاحلى ياسين في الدنيا، حبيب قلبي يستاهل كل خير طبعا. اجلتها كتير اجلت الموضوع ده كتير، كل يوم يقول لي ماما العدس بالله عليكي نفسي فيه، اقول له حاضر يا حبيبي، ويجي حاجه تعطلني، وكل يوم تيجي حاجه تعطلني، ولكن النهارده قررت ان انا اعمله له بطريقه سهله وبسيطه وطعم في منتهى الجمال. هو بيحبه بقى ايه، فته كده، العيش المتحمص وعليه العدس والبصل والليمون وبياكل وبألف هنا وشفا. نبدا بسم الله ونسمي ونصلي ونبارك على حبيبي وشفيع رسول الله محمد، ونشوف المكونات بتاعتنا ايه. معايا شوربه، كان عندي شوربه مواسير، شوربه فراخ، لحمه، الموجوده عندك. اغسلي العدس وحطيه في الشوربه، حطي معاه جزر وبطاطس وبصل وثوم وطماطم، وحطينا باكو مرقه زي ما انتم شايفين كده، معلقه مرقه كبيره، وقلبي الكلام ده كله، وحطي حبه فلفل اسود واضربي الكلام ده كله بالهاند بلندر لما يستوي كويس. تمام. ممكن تحطي نقطه بابريكا لو لقيتي لونه فاتح قوي. نحمر بقى معلقه شعريه كده جميله وننزل بيها على العدس، وطبعا نكون مطفيين عليها تستوي في سخونيه العدس. تمام. نحمر بقى بصلايه قمر كده بمعلقه سمنه فلاحي كبيره. تمام. وحطي معاها الثوم، يعني اما البصل ياخد لون ذهبي كده انزلي بالثوم وحمري الاتنين مع بعض، تقليه الثوم مع بصل. تمام. وانزلي بيها على العدس القمر ده، وبألف هنا وشفا بقى، وكلي احلى عدس. تحفه تحفه تحفه. طبعا ما اكتفيناش بكده، لا حمصنا بقى ايه العيش، هيجي دوره دلوقتي. طريقه سهله وبسيطه ومكونات بسيطه، بس عدس، بطاطس، جزر، طماطم، توم، وبصل، فلفل اسود، وحطينا مرقه دجاج. تمام كده. نقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كويس. قلت لكم الشعريه هتستوي في سخونيه العدس، يعني ما تخليش النار والعه كتير عليها ولا اي حاجه. العيش الجميل ده قطعنا العيش البلدي بتاعنا العادي وفتحناه من بعضه كده كويس، وحمرته في الزيت وصفيته على ورق مطبخ زي ما انتم شايفين كده، وترصيه في الطبق، وتحطي بقى الطبق الجميل السلطانيه الجميله دي في النص كده، وحطي العدس اللي طعمه كان صراحه ربنا في منتهى الجمال، لا يقاوم. يعني انتوا لو دقتوا العدس ده بالطعم ده، يا سلام بقى لو على شوربه مواسير وكمان متقلي بالسمنه الفلاحي، فالدنيا كده كانت ايه صعبه قوي. الورده القمر دي عشان خاطر ياسين حبيب قلبي. لا لا لا، الطبق ده ما كانش لياسين، الطبق ده كان لابو ياسين، ودي ورده حبنا. ورد حبنا للعدس. تمام. المهم يعني طبق ياسين جاي اهوت، استعدوا استعدوا استعدوا، يلا طبق ياسين. هنا كده حطينا ايه العيش اهوت المتحمص. طعم العيش ده عايزه اقول لكم رشه ملح صغيره كده بيبقى تحفه. خففت العدس شويه كده ونزلت بيه على العيش الجميل ده المتحمص. يا سلام. يلا ياسين بألف هنا وشفا. تنزلوا بالعدس كده، تخففوه بقى بالميه زي ما انتوا عايزين. ورصيت له بقى البصل الجميل وعملت له شكل حلو كده للطبق بتاعه، هو عصر الليمون. وبألف هنا وشفا. جربوا الطريقه دي جميله. شوربه المواسير او شوربه اللحمه، الشوربه اللي هي دسمه سنه كده مع العدس، بتوديه في حته تانيه. تنسوش لو عجبكم الفيديو تقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، قولوا لي بتعملوا العدس ازاي، بالطريقه دي ولا بطريقه تانية، اكتبوا لي في الكومنتات. تمام. شاركوا اللايف. استودعتكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أجمل متابعين في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين.